على الله توكلنا. دلوقتي هيبتدي أول يوم لينا في موضوع ديانة، هنعرف فيه كل التفاصيل عن سوق ديانة وكل الحاجات اللي تهمنا في تجربة جديدة معانا. وعلى الله توكلنا، هنبتدي دلوقتي حركتنا من مقر انطلاق منجز. يلا بينا. جهزت الحاجة بتاعتي بسرعة كده والشنط اللي أنا هاخدها معايا. يلا بينا. سواق أوبر مستنيني تحت، أول مركب هتواصل معاكم على طول. زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي واقفين منتظرين سواق اوبر. غالبا بيتصل بينا غالبا. منتظرين سواق اوبر تقريبا قدامه دلوقتي 4 دقايق واحنا على حركتنا. نزلت بالحاجة جهزتها ومنتظر السواق. هقول لكم النهارده احنا هنعمل ايه بالصناديق دي، وهقول لكم الحاجه، شويه حاجات انا محضرها لكم. في حاجات كده في دماغي عايز اغير بيها فكره الناس عن سوق ديانه، عايز الناس تنزل تجرب وتشوف. وبما اني بقى كنت بعمل كل حاجه لوحدي، فاضطريت ان انا اعمل لوحدي. مش هقدر اقف بره العماره اللي ايه، زي ما شايفين في هدد وفي بنا وفي مشاكل. فهننتظر سواق اوبر لحد ما يوصل، بعدين هطلعهم لوحدي. مش عارف اكمل الفيديو معاكم اكتر من كده، فمنتظر السواق. يلا. اوبر بعتت لنا عربيه هايله الصراحه، وبعد ما رصينا حاجات في الشنطه يلا هنتحرك دلوقتي على سوق ديان. يلا بينا. ركبنا ونتحرك. في بعض الحاجات اللي لازم بقى ايه تنتبه لينا، ان احنا حاجاتنا الشخصيه معانا، متحركين واحنا مأمنين نفسنا في مكاننا. بصراحه العرض بتاع اوبر كان خطير جدا. والنهارده كمان كابتن معانا اسمه عبد الله. استاذ عبد الله معاك منجز يا عبد الله. ده اسم القناه بتاعتي. حبيبي يا غالي، الله يطمنا عليك. الاستاذ ارنب بيرن. استنى نشوف ارنب عايز ايه. ارنب فعلا. هرجع لكم تاني. اول ما نتحرك ما ننساش بعد ما اتاكدنا كل حاجتنا معانا وردينا على الارنب نقول الاذكار. فاذكار طبيعيه جدا تقولها وانت اول ما تركب اي وسيله مواصلات، زي اللي ذكرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. بنقول ايه مثلا؟ بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد كده بنتلو سورة العصر. عايز تتلو سورة العصر بجهر تتلوها بجهر، عايز تتلوها في سر تتلوها في سرك. حاول ان انت تجهر بالاذكار عشان لو حد ما كانش متذكر يتذكر. مش لازم ان انت تعلي صوتك قوي، يعني ايه ولا تجهروا به، يعني ايه ما تبقاش صوتك جهور. تركب في اوقات تركب تلاقي حد راح معلي صوته جامد وبيتكلم، لا يعني بقى ممكن بقى حالته النفسيه تعبانه شويه، محتاج يستريح، محتاج يصرخ شويه، عادي برضه جايز. بس انت برضه ايه علي صوتك سنه بحيث ان لو حد مش متذكر يتذكر. وبعد كده هتتلو سورة العصر زي ما انا هتلوها. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله صدرك هينشرح بعدين، يعني بصرف النظر عن اي حاجه. كل الناس اللي عماله بتقول انا تعبان او نفسيتي او حالتي، الاذكار هي اكتر حاجه بتشرح الصدر. وانت لما يعني بتتذكرها وتعلي صوتك بيها كده، ده كله بيخلي روحك الايمانيه عاليه جدا، وانت حاسس ان ربنا معاك في كل وقت وكل لحظه. حتى لو على بعض السبيل المثال مش لازم تبقى واخد بالك ان انت غلط. الانسان بطبعه خطاء وربنا بيقبل الخطائين، ودي حاجة رسالة لكل متابعيني. بص يا اخويا، بس انا هقول لك كنت باينه، بس كنت باينه مع دي انجليزي دي ياباني حاجه ثانيه. بص شايف المسمار ده؟ المسمار ده هنا مش موجود هنا اصلا عشان يمسك الخزان اصلا، افهمني. دي حاجه لمصلحتك في النهايه. اهلا وسهلا بكم فيديو جديد مع منجز. يلا يا جماعه، قلت لكم ان انا هكون في ديانه وصورت من الصبح واحنا بنتحرك واحنا في المكتب، واحنا دلوقتي وصلنا ديانه وفي وسط السوق وبنجرب مع بعض مجموعه الولاعات الخطيره جدا. ودلوقتي جه تجربنا للولاعه الفينتج القويه دي ولاعه بنزين بتشتغل بطريقه خطيره جدا واوتوماتيكيه، واحد الفائزين معانا النهارده هيجرب الولاعه. طيب هنجرب دلوقتي مع بعض الولاعه عشان نكون عارفين ازاي طريقه استخدامها. خلاص
الولاعه دي بتشتغل بنزين يا جماعه، بتشتغل بنزين. بص هي سهله ازاي في التوليع، بس لما تركب الحجر هتعرف تجربها وهتعرف تستخدمها. ازاي بركب الحجر؟ انا فكيت المسمار بتاعها من تحت كده زي ما انت شايف، والحجر الصغير اللي محطوط على الفوطه ده هو ده الصغير الجميل النونه ده كده، ده اللي هنستخدمه عشان نركبه في مكان الفتحه بتاعتها المخصصه للحجر، ونرجع نركب السوسته مره ثانيه. بعد ما ركبنا السوسته نقفل الولاعه بالشكل ده وهكذا بالمفك. نجرب الولاعه بايد منجز مش ايد منا، وبتولع من اول مره. كلمه دعاء سعاد انت ما ردتيش عليا. انا دلوقتي بقى بجيب حاجه. طلع من اول مره يا دعاء. ماشي حاجه انا ولا ايه؟ دلوقتي احنا بعد ما ملينا الولاعه وعملنا التنظيف بتاعها هنجربها لاول مره مع استاذه مريم. منا بتجرب الولاعه معانا ايه، والاول مره ولاعه فينتج. دوسي لورا. لا بص الاستاذه دعاء مش عاجبها الكلام. انا اللي مش قادره. قالت لك انا عاجبها الكلام عادي. اهي استاذه ايه؟ جربي يا استاذه دعاء. استاذه دعاء متضايقه. ما تتضايقيش. استاذه دعاء مش تجرب غير لما نعرف كام. جربي الولاعه. ايدك بس تحت عشان اصور الولاعه. عشانك بس تقول لي بكام؟ هقول لك بكام بعد دي. انا مش زي مش زي سعاد. يا ستي يا استاذه دعاء عايزين نجرب الولاعه، مش عارفه تدوس عليها، عماله تجرب مش عارفه تدوس عليها. استاذه دعاء ضعيفه. استاذه دعاء عايزه مين قوي يجرب الولاعه دي يا جماعه؟ يا نهار ابيض. بصي هي مش بتدوس كده، انت بتدوسي لورا فهي بيروح رافع بتاع الغطا، فاهمه؟ مش بتدوسي لتحت، بتدوسي لورا كده، فاهمه؟ خلصنا البنزين اللي لسه احنا حاطينه. معلش. استاذه دعاء هتاخدها ب 100 جنيه. شوف هيعمل ايه. دي بكام بقى؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع منجز. ايه الاخبار يا جماعه؟ بحضر لكم اليوم الكامل في ديانا، واحنا في قلب السوق دلوقتي، وزي ما شايفين التشكيله بتاعت الولاعات اللي عندنا الناس لخبطت فيها كتير. معانا الولاعات التجيب، معانا الولاعات البنزين، وعندنا كمان الولاعات البيت الصغيره اللي كل الناس بتحبها وبتسالني عنها. هنروح مع بعض المفاجاه اللي انا كنت محضرها لكم اليوم 30. مفاجاه النهارده ازاي تنظف ولاعتك بنفسك. تعالي اتفضلي كده معايا يا استاذه. استاذه ايه؟ ايه؟ استاذه ايه؟ مهنو. اروى؟ ماشي. ماشي. ادي كده احنا هننظف الولاعات اللي احنا استاذه مروه اختارتهم، وهنعرف مع بعض ازاي طريقه التنظيف بتاعتهم. مبدئيا ده فوم بتاع تنظيف بنستخدمه عشان نشيل اي اوساخ خارجيه على الولاعه بالشكل ده. جت عليك انا اسف. لا انا جت على ده بينظف، ده بيلمع سليم. بيلمع، هنعمل بيه لا ده بيلمع. اتفضل. ايه لا اصفر عليه. انا عايزك في حاجه دي. احنا تعالى يا استاذ احمد. دلوقتي احنا هنبتدي ان احنا ايه، نسيب ده كده عليها كده عشان ياكل فيها الوساخه اللي موجوده في الخارج دي كده. ازاي تنظف ولاعتك بنفسك مهم جدا 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 لاي حد بيستخدم. ازاي تنجز نفسك بنفسك، حاجتك بنفسك، تعرف تتعامل وتعرف تشتغل وكل الحاجات دي. فاحنا معانا دلوقتي حالا بعد ما عملنا كده هنبتدي ان احنا نمسك الولاعه وبفوطه نضيفه نبتدي ان احنا نمسح. قلت هتودينا في داهيه في التصوير، قلت لها هصور لك حلو. عيب عليك، انا مركزه معاك. بعد ما مسحنا بالشكل ده كده عشان نشيل الاوساخ والاصداء الخارجيه، برضو كذلك الامر هنشيل الاوساخ والاصداء الخارجيه بالشكل ده هنا، وهنلاقي الولاعه رجعت معانا نضيفه زي ما كانت في الاول. طب انا بحب ولاعتي تكون بتلمع اكتر وتكون شكلها احلى وتكون اجمل. خليكي زي ما ولا عاوز ابيع. ممنوع ان انت يجي على ايدك عشان ممكن يوسخ لك ايدك ويبهدلها لك زي كده، لان هو ماده زي المواد الكاويه. نحط عليه جزء كده لان دي لون فضي بتحتاج ان هي تلمع وتبقى شكلها جميل واشيك واحلى. بعد ما حطينا كده مش هنستخدم نفس الفوطه، لا هنعمل بقى حاجه عاديه جدا بيعملها الاطباء. عشان كده يفضل ان انت تلبس جوانتي في ايدك، فهتجيب قطن تبتدي ان انت تمسح كل المعجون اللي انت حاطيه. المسح ايه اللي حصل؟ القطنه اتوسخت، والقطنه ما بتكدبش زي ما قالت لنا قبل نظيره. تمام؟ اللي حصل دلوقتي كالتالي،
لمعه الولاعه اختلفت؟ جدا. لمعه الولاعه اختلفت. طب انا عملت الوجه ده قارنه بالوجه ده فعلا لسه ما اتعملش. تعالى يلا نلمعه مع بعض وهوريك درجه التلميع الاعلى كمان اللي تقدر ان انت تستخدمها وهتلاقيها اعلى وافضل واقوى واحسن وكل حاجه. والله ب 75 والله ما تنزل عن 75. فبعد ما عملنا كده هنبتدي ان احنا نمسك القطنه من الجنب التاني، والقطنه ما بتكدبش. اسالوا القطه ما بتكدبش. امسح امسح امسح، نضف نضف نضف. وللدرجه دي انا مسحت ونضفت، والولاعه دلوقتي بقت بتلمع زي الاول وشغاله زي الاول احسن. ولاعه وين اوتوماتيك ياباني ولسه مروه تاخدها تجربها. خلاص وقف بقى. بص اهلا بيكم فيديو جديد مع منجز. النهارده هنملى الولاعه اد جيب الفرنساوي اللي مفيش بقى فتحه من تحت، عشان تعرف ازاي بتملاها وتعرف ازاي في الاول والاخر انك تنجز نفسك بنفسك. ملوا الولاعه بطريقه سهله جدا. من هنا كده هنفك الترس الوش والترس صباعي. فك الترس بالراحه، ما تكونش مستعجل عشان مفيش حاجه تقع منك. بعد كده السوسته فكناها ومفيش حاجه تقع منك. بعد كده عايز افك الوش من فوق فتحه كده وفتحه كده كده. طلعت الولاعه كلها فككتها، فاضل الجزء دوت ولازم تبقى حريص وانت بتفكه. هتفتحه كده عشان احيانا ممكن يبقى فيه غاز وانت حريص وانت بتفكه ما يكونش يدرطش غاز معاك. هنحطه اهو بالشكل دوت، وهبتدي ان انا استخدم صمام مخصص للملو. ايه الصمام المخصص للملو دوت؟ هو الصمام ده الصمام ده بالانبوبه الحديد عشان املى الولاعه. زي ما احنا شايفين كده الصمام يبقى تخين عشان لما يدخل يكتم مع الغاز. دلوقتي احنا هنملى الولاعه ودي اول ملوه ليها. حاسب بس عشان خاطر انت تعالى كده على جنب سنه عشان خاطر ايه الغاز يطلع الناحيه دي، وهكذا تاني ملوه، وهكذا الملوه الثالثه. ايه الملوه الاولى والثانيه والثالثه دي انا بعمل تفريغ للهواء واقعد احرك الولاعه كده ليه عشان الغاز يدخل في كل ناحيه من نواحيها وتتملي على الاخر. طيب انت دلوقتي عامل كارثه، ماسك الولاعه وحاطط فيها الانبوبه وانا عايز اركب المسمار تاني اللي انا فكيته، او المنظم بقى اسمه منظم مش مسمار. ليه عدله معينه انا مسكته عليها اهو تمام، النص دايره من جوه في ايدي والحته المستويه من بره. هرفع وهركب في ثانيه واحده. قفلت الولاعه من غير ما تطلع اي غاز، من غير ما تفقد اي حاجه. حد بيسالني على الجرابات يا عم حرام عليك بقى. عاملاها الجرابات بتاعت الولاعات الدي جيب. الاستاذ اهو جايب ولاعه دي جيب، وجراب الولاعه الدي جيب ده احنا بنعمله مخصوص ليكم. عامل لكم جوله من بدايه الاسبوع الجاي يوم 7/12، جوله جميله جدا داخل اماكن وسط البلد الرائعه، وهنركب مع بعض حجر الولاعه. ناس كتير جدا بتقول لي اركب حجر الولاعه منين يا منجز، او ازاي يا منجز، طريقته ازاي يا منجز. حاجات كتير بتسال عنها على القناه، هنجاوب عنها في الفيديو ده، فخليك متاكد انك مشترك عشان دايما تتابع معانا كل جديد اول باول. انا مسكت الحجر الصغير اللي انت شايفه ده كده تمام، بالبنسه اللي انت شايفها كده الماسكه دي، وبالماسكه دي عندي فيه هنا سوسته. لازم اكون حريص ان انا احط الحجر على اول السوسته وبضغط لتحت كده. بعد ما ضغطت لتحت احط صباعي او ضفري كده الصغير ده على الحجر ماسكه اهو، وممكن اتحرك واتكلم وامسك مفك وافك. اهم حاجه تبقى بتشتغل بسلاسه وتشتغل بسهوله. الترس ده ليه ناحيتين بيلف عليهم، ناحيه معدوله وناحيه مقلوبه. هو كده مقلوب، هلف كده بالمعدول. وهتقول لي ازاي بقى، دي ليها قصه وسحر تاني هنحكيه في الفيديو مخصوص. يلا نشوف كده الفيديو المخصوص ده هيكون عن ايه، ازاي تركب الترس بعدلته والولاعه تشتغل بكفاءه تامه. ملوه الشركه الاصليه طبعا دي حاجه في منتهى الصعوبه. عم احمد قاعد بيضرب كف في كف اهوت وبيقول لي يا قرد يا منجز. لا ما قلتش والله. ده انت ايه، قرد القرود، قرد القرود. رجعت الولاعه. اسمع مني. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع منجز. ايه الاخبار يا جماعه؟ النهارده محضر لكم بقى من سوق ديانا، واحنا لرابع فيديو بنصوره وتقطيع ومونتاج، يعني تعبانين بقى. لايكاتكم، شيركم، ادعمونا بقى حاجه. هنشوف دلوقتي مع بعض. معلش سيدك اخويا انا اسف، تعالى اتفضل كده تعالى. هنشوف دلوقتي مع بعض ولاعه من الولاعات الجميله جدا الفينتج التحفه، اللي هي ولاعات بتشتغل بنزين. شكل وادي الملوك عليها من ورا تحفه. ومن هنا نفرتيتي بتحييكم من ارض منجز، مرحبا بكم. فدلوقتي هنشوف ازاي نعمل لها عمليه
نضيف. الولاعه دلوقتي بتطلع شرار بس مش بتولع نار. حاسبي عسل كده بعد اذنك ورا السنه. ها طيب. الولاعه بتطلع شرار بس مش بتولع نار. هنخليها ازاي تولع نار وازاي هننضفها وازاي نعمل الكلام ده يا حبيبتي اللي ورا سنه بقى بعد اذن حضرتك. هنزل منها واحده ورا سنه معلش. هنصور دلوقتي اول حاجه. معلش حاسب هدومك يا اخويا بس عشان بعدين الشغال عليك. خش كده فوق. خلاص خلصنا حبيبي عايزين نولع. دلوقتي احنا حطينا الفوم عليها بالشكل ده كده. ده عشان يعمل لها ايه؟ ياكل اي وساخه من بره، ياكل الصدى من بره، ياكل اي حاجه عليها من بره بالشكل دوت. حطيناها على فوطه طبعا عشان ما نوسخش نفسنا. ده اتوسخت هضطر ان انا امسحها مش مشكله، وهجيب فوطه تاني عشان امسح الولاعه بالشكل ده. ابتدي ان انا امسك الولاعه امرشها مرشه كده زينه نظيفه. لا ايدي رجعت تنور معانا تاني بشكل جميل اوتوماتيكي. هنملى بقى الولاعه خطوه خطوه. خليك معايا عشان تعرف ازاي تملى الولاعه البنزين. مبدئيا معلومه تعرفها عن الولاعه البنزين، بيكون فيها فتيل من جوه كده زي فتيل اللمبه الجاز ايام زمان، ومن تحت بتكون شغاله بقطن. هتقول لي في ولاعه بتشتغل بقطن؟ اقول لك ايوه الولاعه البنزين بتشتغل بقطن. هتفتح كده اهو عشان تعمل ايه؟ عشان توسع مكان القطن وتجيب البنزين الزيبو اللي انت شايفه ده عشان تملى الولاعه. افتح اهوت وسنه سنه ابتدي ان انا احط البنزين اهو. هلو هاو ار يو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ماي نيم از منجز. انا منجز. فيديو النهارده فيديو لولاعه زيبو. والولاعه الزيبو دي هنشوف فيها اغرب حاجه من الحاجات، ان الصوره بتاعتها بتفضل ثابته رغم ان انا فتحت الغطا بتاع الولاعه. وفي حاجه مميزه ومفاجاه جميله جدا، لما نفتح الولاعه عشان نملاها ونستخدمها بنضغط كده عشان نطلع الولاعه بالشكل ده. طلعنا الولاعه بتاعتنا وهنبتدي نشوف من جوه زيبو ميد ان يو اس اي اوريجينال. هنملى الولاعه بنزين، ولما نملى الولاعه بنزين نستخدم بنزين زيبو عشان نملى الولاعه. نقرب شويه مع بعض عشان نملى الولاعه. اتفضل 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 اتفضل. عشان نملى الولاعه بنزين نحط البنزين كده وننتظر قليلا حتى يتشرب القطن، ثم نضع بعض البنزين الاخر. بكلمكم كده ليه؟ صاحبي محمد منين؟ من اندونيسيا ولا ماليزيا يا محمد؟ ماليزيا حبيب. فين اوت سلسبيل؟ لا والله ما عارف. زي ما انت شايف كده بنبتدي نملى قطرات ورا قطرات 5 أو 6 مرات. قطرات ورا قطرات 5 أو 6 مرات. وبعد ما عملنا كده والبنزين اتملى على الاخر هنجيب الفوطه ونمسح مكان البنزين بالشكل ده. وبعدين هنروح حاطين الولاعه داخل الكفر وهنشوف حاجه هنا كده. اوه الشيطان يحترق يحترق. ميدن زيبو يو اس اي. مبروك محمد. اتفضل. اهلا وسهلا بكم جديد مع منجز. ازاي الاخبار يا جماعه؟ احنا الدنيا ليلت معانا والاداء مش احسن حاجه، بس دلوقتي لسه مكملين معاكم في سوق ديانا وانتيكاتنا وولعاتنا وحاجاتنا الشيك اللي انتوا بتتفرجوا عليها في القناه. جايه لكم لايف دلوقتي وهنعمل اللايف الاكثر والاقوى ازاي تملى الولاعه بتاعتك مع ولاعات استاذ محمد. وريني الولاعات يا بيه. وعمر معانا قاعد بيطفي الشيبسي كده. ما بتعزمش يا عمر يعني لا سجاير ولا شيبسي؟ ده انت ما عزمتش عليها بسجاره يا عمر ولا شيبسي. معلش يا عمر بعد اذنك. لا احلى شيبسي هناخد الكيس كله. كده ما بحبش الكباب هتلاقي جبنه. تحب الجبنه؟ خد. الولعتين اداهم لهم محمد، ودول الولعتين اللي اشتراهم
وهتعرفوا معلومات اكتر. تعالوا اتفضلوا معانا عشان تعرفوا كل المعلومات اللي احنا عايزين نعرفها لكم ونقولها لكم ليه الولعتين دول. تعالى كده بص معايا، خش عليا بقى بالشق بالانجل الزاويه يا ابني الضيقه يا ابني. معاك. احنا النهارده معانا ولاعه برونسون سفينه زي ما انت شايف كده من موديل 1965. يا كهربا انا قاعد هنا، يا كهربا بتشيل ايه؟ لا يا عم والله ابو ايمن هو اللي سايبهم، يا عم ابو ايمن هو اللي سايبهم. يلا مش مشكله احنا في الفيديو. طيب معانا هنا برونسون السفينه الانجليزي زي ما انت شايف من تحت، ميد ان انجلاند برونسون. مكان تغيير الحجر من تحت وهنشوفه مع بعض، مكان الملو من هنا وهنشوفه مع بعض، ومكان زياده الشعله وتقليلها من هنا وهنشوفه مع بعض. اما اللي معانا الثانيه هي ولاعه من بورش. ولاعات بورش من الولاعات المميزه جدا خطيره جدا، لان ولاعه بورش احنا عارفين العربيه البورش بتطلع النار من ورا وهي بتولع. دوس افتح الغطا هتلاقي النار بتاعه الولاعه طالعه زي الفتيس، زي اسمه ايه اللي هو الشكمان بتاع بورش، بنفس الالوان بنفس الاشكال. ولاعه محترمه وشيك قوي. دلوقتي هنعرف مع بعض ازاي ان احنا صلوا على النبي وقولوا بسم الله ما شاء الله. ولاعات عايز ولع بص وقف لغايه صور الفيديو. تعالى لي في اللايف. صلي على هو بقى يبقى يقطع. عشان انت راجل طيب، يا رب يرزقك ويسهل لك الرزق ويطول بخاطرك. عشان انت راجل طيب وحنان وابن حلال. حبيبي يا اخويا اسمك طلع في الفيديو، احلى راجل في الدنيا. اسمك ايه؟ اسمي محمد سامي محمود. محمد سامي. وانت حبك يا بنيته وقلبك زبدوه، الكل عندي جبنه فيتا وانت بس اللي جاتوه. حبيبي يا حبيبي. ولعتين معانا بيك ب 10 جنيه. شركة بيك دلوقتي بتدعي عليا لانها بتبيعهم ب 50 جنيه وانا ببيعهم ب 10 جنيه بس. ده عرض شركة بيك بس يا جماعة. 10 جنيه ايه بس؟ يعني انا جبت الصفقة بعتها وخلصتها ببلاش ببلاش والله. دلوقتي احنا هنبتدي ان احنا نملى الولعتين بتوعنا وتعالوا نشوف مع بعض احنا هنملاهم ازاي وايه الادوات اللي احنا هنستخدمها في الملء. معانا الولاعه دي وعندنا نوعين من الانابيب، النوع اللي باللون الازرق بغطا من المعدن ببلف من المعدن، اما النوع الاخضر ببلف من البلاستيك. ايهم افضل يا منجز؟ في انواع معينه من الولاعات بنستخدم البلاستيك وده بيكون افضل وده اللي هنستخدمه. مبدئيا هتعمل ايه؟ هتفضي. يا حبيبي ما تلعبش بالتليفون، يا ابني ما تلعبش بالتليفون، التليفون لو وقع هينفعك تمام. دلوقتي احنا ايه؟ هنملى الولاعه. تعالى قرب عليها محمد دوك هي اسمها ايه الزاويه دي؟ بيقولوا لي يا بتوع الكاميرا. كلوز انجل. طيب كلوز انجل. دلوقتي احنا عندنا ده صمام الملو، ده مكان زياده الشعله وتقليلها، وهنا هنفضي الهواء وبعدين نرجع نحط الانبوبه بالصمام بتاعها ونملى، بعدين نفضي بالهواء. كم مره يا منجز؟ 3 مرات. دي 3 مره اهي وكده تبقى الولاعه اتملت معايا. كده عرفت ان الولاعه اتملت. هجرب دلوقتي معاك